لإصابتيهما في مستشفى أسبيتار بأسبايرزون بالعاصمة القطرية الدوحة ليكونا جاهزين للمشاركة مع منتخب بلادهم في المونديال المقبل. التفاصيل في سياق التقرير التالي. لاعبان من ركائز المنتخب الجزائري لكرة القدم ممثل العرب الوحيد في مونديال جنوب افريقيا الصيف المقبل هما عميد الدفاع مجيد بوقرة المحترف في غلاسكو رانجرز الاسكتلندي ومراد ميغني نجم لازيو الإيطالي يتواجدان منذ عدة أيام في العاصمة القطرية الدوحة للعلاج في مستشفى أسبيتار العالمي بعد إصابتهما مع فريقيهما، وقد عبر عن إعجابهما في لقاء مع الصحافة بظروف الاستقبال والإمكانيات الكبيرة لمستشفى أسبيتار. أسبيتار له سمعة عالمية ويضم عددا كبيرا من أشهر الدكاترة في العالم، يحتوي على أجهزة طبية متطورة جدا ويقدم خدمات عالية المستوى. قطر دولة مضيافة وأنا سعيد بوجودي في الدوحة. انطباعي الأول أن الاستقبال كان رائعا. أنا أعالج في مستشفى أسبيتار في أحسن الظروف وأشكر كل الذين يساعدونني هنا في هذا المستشفى. الاتحاد الجزائري لكرة القدم فضل الإسراع في معالجة نجمي المنتخب في الدوحة نظرا للسمعة العالمية لمستشفى أسبيتار ليكون جاهزين للمونديال، خاصة وأن المنتخب الجزائري في حاجة ماسة للاعبين نظرا لإمكانياتهما الفنية العالية. وقرر في الدفاع وصنع اللاعب ميغني في وسط الميدان، وقد وعد اللاعبان بأن تكون الجزائر في الموعد في المونديال المقبل لتشريف كرة القدم العربية. نحن في مجموعة قوية جدا. انجلترا مرشحة بطبيعة الحال، أما بالنسبة لباقي الفرق فإن حظوظها متساوية وسنعمل على التأهل للدور الثاني. إنجلترا مرشحة بقوة، أما باقي المنتخبات فلديها حظوظ متساوية. المنتخب الجزائري ليس لديه ما يخسره وسيعمل كل ما بوسعه لإسعاد مشجعيه، ولم لا تأهل للدور الثاني. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر ستلعب في المجموعة الثالثة في المونديال إلى جانب منتخبات إنجلترا، أمريكا وسلوفينيا.